نقطة انهيار تجربة قسد أم أن ما يجري اليوم هو نتاج تراكمات سياسية وعسكرية أعمق؟ تصريحات وزعيم الكردي مسعود بارزاني تعيد طرح هذا السؤال بقوة وسط تحولات دراماتيكية في شمال شرق سوريا. تصريحات رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني جاءت من إيطاليا معلنا دعم المسؤولين للكرد كما تعهدوا بالعمل على حمايتهم، لكنه حمل جزءا من الأزمة للعشائر العربية التي كانت ضمن قوات سوريا الديمقراطية. بارزاني لم يتحدث من فراغ، إذ كشف أنه حذر في وقت سابق قائد قسد مظلوم عبدي من تجاهل أوضاع المناطق ذات الأغلبية العربية، معتبرا أن سوء إدارتها قد يتحول إلى قنبلة سياسية وأمنية مستقبلية. وفيما يخص كوباني، رفع بارزاني سقف الخطاب معلنا اعتزامه إرسال قوة لحمايتها كما فعل في 2014 إذا أتيحت له الفرصة، وحذر أيضا من اتخاذ كل ما يلزم في حال تعرض الكرد للاعتداء. بتزامن المشهد العسكري على الأرض تغير كثيرا، فالجيش السوري شن هجمات على مناطق كانت تسيطر قسد عليها في شرق حلب ودير الزور والرقة والحسكة، ما أضعف نفوذها في مناطق غنية بالنفط. التحولات لم تكن عسكرية فقط بل سياسية أيضا، حيث أن الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي في 18 من يناير نص على دمج قسد في الجيش السوري وعلى إنهاء دورها ككيان مستقل. الأكثر حساسية في الاتفاق هنا هو أن دمج المقاتلين سيكون فرديا دون تشكيل وحدات كردية خاصة داخل الجيش السوري، ما يعني تفكيك البنية العسكرية الكردية بالكامل. والآن بين تحذيرات بارزاني وضغط دمشق، هل ما يجري نهاية مرحلة كردية أم بداية صراع جديد بصيغة مختلفة؟ إذا النقاش وتعليق. نرحب الآن بضيفينا مباشرة من حلب. نرحب بالشيخ مضر حماد الأسعد رئيس المجلس الأعلى للعشائر السورية، ومن أوستندا البلجيكية نرحب بالسيد هوشين كوسي الكاتب في الشؤون الكردية. أهلا بكما معنا في المشهد الليلة. أبدأ معك شيخ مضر حماد الأسعد، فيما تعليقك هنا على تصريح السيد مسعود بارزاني هنا، خاصة وأنه يوجه هذه المسؤولية، يعني يوجهها للعشائر العربية، وقال ذلك بشكل صريح. يعني ماذا ترد على ذلك؟ حياكم الله. لا شك بأن تصريح السيد البرزاني هو صحيح 100%، ولنتكلم بصراحة حول ذلك. هناك 5 أسباب يمكن أن أستخلصها من كلام السيد البرزاني. أول هذه الأسباب أن المقاتلين العرب أو الشباب العرب الذين كانوا يقاتلون مع قسد أو مع حزب العمال الكردستاني، أولا من خلال التجنيد الإجباري والقسري، وهؤلاء عندما تسنح لهم الفرصة أو أول فرصة تسنح لهم، هؤلاء انشقوا أو هربوا وذهبوا إلى المناطق التي كانت تحت سيطرة الثوار في شمال سوريا، أو إلى المناطق التي أصبحت تحت قيادة الحكومة السورية الحالية بعد إسقاط نظام الأسد. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، قسم من العرب أو من أبناء القبائل العربية الذين انتسبوا إلى قسد، هؤلاء انتسبوا إلى قسد من أجل المال، من أجل الحصول على مكتسبات سياسية، وهؤلاء لا يمكن أن يسمحوا بأن يقتلوا أو كانوا يهربون من القتال أو يهربون من الموت. النقطة الثالثة، الذين كانوا مع نظام الأسد وفي منطقة الجزيرة والفرات وكانوا ضد الثورة السورية انتسبوا وانتظموا مع قسد أو حزب العمال الكردستاني. النقطة الرابعة هي أن الحاضنة الشعبية العربية هي ليست مع قسد نهائيا. عندما نقول عن الحاضنة الشعبية، فالحاضنة الشعبية هي أكثر من 60 إلى 70% في منطقة الجزيرة والفرات، فهي ليست مع قسد. النقطة الخامسة والأخيرة، قيادات قسد أو الإدارة الذاتية الكردية حقيقة استعملت البطش والإرهاب والتجهيل ومحاربة الناس حتى في دينهم وفي عقيدتهم، كذلك مارست التجويع، وكذلك نقص الموارد الخدمية. المنطقة كانت صفر، ولذلك قد خسروا الحاضنة الشعبية. يعني هذا وقد تقول قيادات قسد، يعني هل هذه أوامر كانت مباشرة من قيادات قسد؟ ما المقصود هنا؟ نعم، تقول هذا جاء من قيادات قسد، يعني هل تقصد أن ذلك موجه من رأس قسد يعني بأوامر ممنهجة؟
نعم السيد البرزاني وجه هذا الكلام إلى مظلوم عبده عندما قال لهم عليكم الاهتمام بالحاضنة الشعبية أو بالقبائل العربية طيب. من حيث توفير الخدمات، فالخدمات هي مفقودة نهائيا في منطقة الجزيرة والفرات. وعندما دخلنا إلى هذه المنطقة وجدنا على أن الخدمات هي صفر. يعني على سبيل المثال فالمنطقة هي توجد فيها آبار النفط والغاز، ورغم ذلك هناك نقص واضح ونقص كبير جدا في الموارد النفطية والغازية، ويتم تهريبه إلى كردستان وصلت العراق. الفكرة. نعم سيد هوشينك أوسي، يعني اللافت في هذا الموضوع هو أن هناك أصوات كردية في السابق كانت تنبه لنفس هذه المسألة. يعني يمكن أن نقول كانت هناك انتقادات كردية وتقول أن أزمة العشائر العربية هي قنبلة موقوتة وسيأتي يوم وتنفجر. هل تعتقد أن هذا ما حصل في الأخير؟ في جزء منه صحيح، هذا الكلام في جزء منه صحيح. الانتقادات التي كنا وما زلنا نوجهها لقوات سوريا الديمقراطية ترتكز في بعض التفاصيل على هذا المنحى، وفي التفصيل الاستراتيجي ترتكز على مسألة التنمية. نعم، قوات سوريا الديمقراطية حررت هذه المناطق من تنظيم داعش الإرهابي. هي لم تستلم هذه المناطق لا من النظام السوري ولا من تنظيم داعش ولا من نظام الجولاني، حررتها، لكن لم تقدم مشروعا تنمويا بديلا يرضي هذه المنطقة ذات الطابع القبلي، وولاءاتها متقلبة. يعني في عز مجد نظام حافظ الأسد، الكثير من هذه القبائل كانت موالية وصدامية الهوى، بعثية وعراقية الهوى. أنت ترى والكل رأوا أن هذه القبائل ألبست مظلوم عبدي عباءة العربية، ثم خلعت هذه العباءة وألبستها لشقيق الجولاني، ولاحقا ستلبسها للنظام الجولاني. وبالتالي لا يمكن الارتكاز على أو الثقة لا في الأمس ولا اليوم ولا غدا على القبيلة، على منطق القبيلة، وإلا لتحولت الدولة إلى دولة القبيلة. الصراع مع نظام الجولاني، الصراع المسلح مع نظام الجولاني فاشل، لأنه في جزء منه يرتكز على الخزين وعلى المؤونة القبلية التي تستخدم القبائل ضد الدروز كمرتزقة، ضد العلويين كمرتزقة، وضد الكرد كمرتزقة أيضا. فإذا حدثت انتهاكات صارخة ومجازر صارخة، في هذه الحال الدولة تكون بمنأى عن الالتزامات الدولية، ويصار إلى تحميل القبائل وأبناء القبائل وزر ومسؤولية هذه الانتهاكات. وهذا ما حصل في الساحل السوري وفي السويداء وفي الهجمة الأخيرة على مناطق نفوذ قسد. لا يمكنني القول، لحظة لأكمل الفكرة. الآن قبيلة طي وأمير شيوخ قبيلة طي ما زال حتى هذه اللحظة مع قسد والكثير من القبائل العربية الأخرى الموجودة، وليس في منطقة الدير ومنطقة الرقة، في مناطق القامشلي، في مناطق ديرك، هم مع هذه التجربة ويدعمون هذه التجربة، ولم يبايعوا بعد نظام الجولاني على السمع والطاعة كما فعل ضيفك في حلب. السيد مضر حمد الأسعد، هنا هذا دائما ما نسمعه، يعني عندما توجه اتهامات من هذا النوع للعشائر العربية بالقول إن العشائر دائما هي مع الأقوى في الأخير وتغير ولاءاتها بسرعة. هنا ما تعليقك على هذا النوع من الاتهامات؟ عزيزي الكريم، أولا أنا أريد أن أوضح نقطة هامة جدا. أولا العشائر العربية هي ليست من المرتزقة، أو يمكن أن نطلق عليهم مرتزقة، لا أبدا. المرتزقة هم الذين عملوا مع مرتزقة حزب العمال الكردستاني وقسد، ولكن العشائر العربية الأصيلة هي التي وقفت مع الثورة السورية ووقفت ضد نظام الأسد، وهي التي حاربت داعش منذ عام 2013. منذ دخول داعش إلى سوريا نحن حاربنا داعش في منطقة الشدادي، غير صحيح، داعش غير صحيح، أشعيطات ووادي الفرات وفي الرقم، وقد ارتكبت بحقنا مجازر مروعة.
هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، نحن سيد أوشينكوسي سأعود إليك للتعليق. نحن بايعنا الدولة السورية والحكومة السورية. لماذا؟ لأننا شاركنا بالثورة جماعية، وكذلك داعش ارتكبت جرائم مروعة بحق جبهة النصرة وبحق حتى هيئة تحرير الشام، والجميع يعرف ذلك. من يسكن ومن يقطن في سوريا هو يعرف هذه الأمور حق المعرفة. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة، الذين يعملون مع داعش هم يعملون مقابل الذين يعملون مع قسد أو حزب العمال الكردستاني، هم بالأساس كانوا ضد الثورة وضد إرادة الشعب السوري، وكان توجيههم من قبل نظام الأسد بأنهم عليهم دعم حزب العمال الكردستاني أو قسد مقابل المال، وحاليا هم يقبضون الأموال من قسد. ولكن أستطيع أن أقول بأن صديق البطن دائما غضبان، وهؤلاء لا يوجد اتكال عليهم ولا يوجد عليهم اعتماد. حتى نحن في الثورة نحن نعرفهم حق المعرفة، نحن من شارك بالثورة ونحن نعرف أسماءهم ونعرف عناوينهم ونعرفهم حق المعرفة، ونعرف كيف نبذتهم. حتى عشائرهم قامت بنبذهم. العشائر العربية الأصيلة أو الكردية أو السريانية أو الآشورية شاركت بالثورة السورية. على سبيل المثال نحن حاليا في المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية. انتهى الوقت يا رامي، انتهى الوقت يا رامي، كن حريصا على توزيع الوقت. سيكون لك الوقت الكافي السيد أوشينكوسي للرد. طيب السيد أوشينكوسي، طالما أنك قلت غير صحيح، عبارة غير صحيح أكثر من مرة هنا، تفضل بالرد. غير صحيح لأنه لا يمكن التعويل. ذاكرة السوريين ليس ذاكرة السمك. نحن نعلم عندما غزت داعش هاتين المحافظتين الحاضنة من احتضن أيضا كانت هذه القبائل. من ذبح أبناء الشعيطات هم أيضا كانوا قبليين من أبناء القبائل. والشيباني كان ينحر أبناء الشعيطات في الدير الزور. من كانوا يعني من حرر أصلا؟ لا هذا الكلام صحيح وله سنده بالفيديوهات بالبيانات بالخرائط. أنت لا يمكن أن تعول. أنت لا يمكن. أنا لم أقاطعك. أنت كن محترما. وأنا لم أقاطعك. لا كنت تقاطعه منذ قليل للتوضيح، يعني كنت تقول غير صحيح كل جملة. طيب سيد مضر الأسعد سأعود إليك لو سمحت لنمنح المجال للسيد أوشينكوسي حتى يبين فكرتها، وسأعود إليك للتعليق. تفضل. إذا سلمنا برأي ضيفك في حلب، هذا يعني أن الدولة السورية الجمهورية العربية السورية هي جمهورية الغليمة وجمهورية القبيلة. إذا كانت بوصلتها القبيلة فهي على هذا النحو الذي يحاول أن يصدره ضيفك في حلب. نعم، النظام السوري استخدم القبائل وعناصر القبائل كمرتزقة. أنا لم أقل، حاشا لله، أنا أقول أنه القبائل العربية السورية الأصيلة مرتزقة. النظام السوري استخدمهم كمرتزقة. النظام التركي استخدمهم كمرتزقة وأرسلهم إلى ليبيا وأرسلهم إلى أذربيجان. النظام التركي استخدمهم، وهم مع الأسف الشديد مع ضياع البوصلة الوطنية وضياع الخيار الوطني صاروا يتجهون نحو الأقوى. من هي السلطة؟ يوالون. إذا كانت السلطة داعش فهم داعشيون، جولاني فهم جولانيون، قسد فهم قسديون. يرجع يعني نظام البعث وكأنك تعترف بأن قسد يعني استعملت نفس الأساليب، هم يعني استعملوا نفس الأسلوب مع قسد ونفس التوجه. لا، قسد لم ترسل القبائل العربية لحروبها في أماكن أخرى. الذي استخدم القبائل العربية وأبناء العرب في حروب خارجية هو النظام التركي وهو النظام السوري الحالي. يعني طيب هل هذا مثبت؟ هل هذا مثبت بالدليل؟ طبعا مثبت. والنظام ورأس النظام الجولاني شكر القبائل العربية في غزوة السويداء. وأنت تعلم الإحصائيات، عدد ضحايا في مجازر ومذابح السويداء. الجولاني شكرهم على مساهمتهم في المذابح. هم دائما الخط الأول، هم رأس الحربة. لذلك كل الانتهاكات التي حدثت في الساحل السوري وفي مدينة السويداء والآن في الشيخ مقصود وفي المناطق الجزيرة سيحملونها أيضا للقبائل العربية، فليتبوأوا موقعهم. واضح. طيب سيد مضر الأسعد، ما تعليقك على كل هذه الاتهامات؟ هي في الأخير اتهامات، وألا ترى أن ما يحصل الآن يعزز هذه الصورة النمطية التي تروج عن العشائر العربية هنا؟ فما تعليقك على ذلك؟
يا عزيزي الكريم، احنا صار بينا مثل المثل الذي يقول قتلني وبكى وسبقني واشتكى، وهذا هو حال القبائل العربية من قبل جماعة حزب العمال الكردستاني أو قسد. هذه نقطة أولى. النقطة أنا مش الثانية، جماعة كل قسد، أنا مش حزب العمال طيب الكردستاني. سيد هوشنكوسي، سأعود إليك لنمح مجال السيد مدار الأسد لو سمحت. القبائل العربية أو أبناء الشعب السوري الذين كانوا يعملون ويتعاملون مع داعش ومع نظام الأسد هم حاليا من يعمل مع قسد، بينما الأكثرية من أبناء القبائل والعشائر العربية هم الذين وقفوا مع الثورة السورية ووقفوا مع ثورة وإرادة الشعب السوري، إذا كان من العرب والكرد والسريان والآشوريين والتركمان والدروز والعلويين. هؤلاء هم الذين وقفوا مع الثورة السورية. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية بالنسبة لتركيا، تركيا لم تستعمل العشائر العربية، وحتى الذين ذهبوا إلى ليبيا أو إلى أذربيجان هؤلاء ليس لهم علاقة بالقبائل والعشائر العربية أبدا أو العشائر السورية أبدا. لا. والنقطة الثانية، تركيا كانت الرئة التي يتنفس منها الشعب السوري، فهي قامت ببناء المستوصفات والمشافي والمدارس والجامعات وطرق المواصلات ومحطات المياه والكهرباء والانترنت في المناطق، ودفعت رواتبكم إسراف تركيا. بينما على سبيل المثال منطقة الجزيرة والفرات، والتي كان يصل الدخل المادي سنويا أكثر من 4 مليار دولار من النفط والغاز، فتم تدمير كل المشافي والمستوصفات وطرق المواصلات ومحطات المياه والكهرباء. فالشعب جائع والشعب مريض والشعب جاهل. حتى المدارس والمعاهد والجامعات تم تحويلها إلى سجون ومعتقلات. عدد السجون والمعتقلات هذا ليس موضوعنا. موضوعنا القبيلة، دور القبيلة في بناء الدولة. ينتظمون هذا ليس الطلاب. وبعد ذلك تم إغلاق المعاهد والمدارس والجامعات. كذلك الكهرباء مقطوعة ل 24 ساعة. طيب وصلت الفكرة. واضح. أخي الكريم، نحن نتكلم سياسة. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية بالنسبة لداعش، داعش ارتكبت جرائم بحق العشائر العربية. واضح. أجبور، المجاهدة، المعامرة في جنوب وصلت الفكرة سيد مدار الأسعد. سيد هوشنكوسي، يعني كنت تعلق لي وتقول لي سيد مدار الأسعد بأن تركيا دفعت رواتبهم حسب ما سمعت هنا، ولكن على الأقل تركيا ما زالت تدعمهم. يقال عن قسد العكس هنا، أن الولايات المتحدة كانت تدعمهم في السابق والآن تخلت عنهم، فماذا تعلق على ذلك؟ نعم، هذا كلام صحيح. تركيا كانت تدعم هذه الفصائل عندما كانت تمثل المعارضة النظام السوري، والآن الأمريكيين سحبت دعمها من قسد ومنحته لنظام الجولاني، لأنه الأمريكيين والإسرائيليين قبضوا ثمن الجولان. الآن الجولاني طيب. يعني سيد هوشنكوسي، فقط ملاحظة، يعني أنا تجاوزت عن وصفك للرئيس السوري بالجولاني، ولكنك تبالغ بعض الشيء. يعني من حقك أن تعارض الرئيس السوري كما تشاء، ولكن للأسف يعني هذا يدخل في خانة الإساءة لأنك تصر. الآن لا، أنا أعارض هذا النظام، ومن حقي ومن حقك طبعا بالتوصيف، وهو من حق ضيفك الموالي ومن حق الضيف أن يرد، مش حقك أنت يا رامي. خليك موضوعي يا رامي. هالمرة في ممثل لنظام الجولاني يدافع عن نفسه، أنت طيب. لا يحق لك أن تدافع عن نظام الجولاني. طيب يا سيد هوشنكوسي، إسرائيل أنا فقط أشير إلى نقطة تكرارك لهذه العبارة بشكل متعمد. يعني أنا أكرر طبعا بشكل متعمد، هذا ليس سهو الخاطر. أنا أعني ما أقول. إسرائيل وأمريكا اشترت الجولان، والجولاني باعهم الجولان، والسيادة على الجنوب السوري منقوصة، والقبائل العربية شكرا جزيلا لكما. شكرا جزيلا لكما على المشاركة معنا في هذا النقاش. من أستاذ البلجيكية سيد هوشنكوسي، الكاتب في الشؤون الكردية، ومن حلب الشيخ مدار حمد الأسعد، رئيس المجلس الأعلى للعشائر السورية. شكرا جزيلا.